انا هعيش ازاي، حياتي هتبقى ازاي، حياتي هيبقى شكلها ايه بعد ما اعمل التكميم، بعد ما اعمل تحويل المسار، بعد ما اعمل الساسي، حياتي هيبقى شكلها جول ايه. مهم جدا 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 بنسعى ان احنا نوصل له، ان حياتك تبقى اسهل. حياتك هتبقى اسهل من غير سكر، حياتك هتبقى اسهل من غير ضغط، حياتك هتبقى اسهل وانت وزنك اخف، بتقدر تتحرك وتلعب رياضه وتمارس كل اللي نفسك فيه. حياتك تبقى اسهل من غير كل الامراض دي. كان عندي سكر، يكفي ان انا دخلت العمليه وطلعت لحد النهارده انا السكر راح من عندي. ما تاخدش دواء خالص؟ لا خالص، وما فيش ادويه. كذلك الحركه بتاعت الواحد، المشي. انت عارف ان انت شغلك بيحتاج سفر كتير. طبعا السفر الكلام ده كله كان الواحد عنده كسل يعني. انا على طول كنت الانزيمات عندي بسبب الدهون والكلام ده كله كانت عاليه، فكنت على طول في كسل عندي وبنام اكتر من 12 13 ساعه في اليوم وما ببقاش مكفي نفسي في النوم. دلوقتي الحمد لله باخد 7 ساعات 8 ساعات القياسي بتاعي، والحياه اختلفت تماما يعني.